ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاهما عنه عن أبيه لقي رجلا من أهل اليمن فقال يمدحه: لكم، يعني أهل اليمن، لكم من الكعبة ركنها، ومن السماء نجمها، ومن السيوف صمصامها. قصد ابن عباس من الكعبة ركنها الركن اليماني، وهذا معروف، ويقال للحجر والركن اليماني تغليبا الركنين اليمانيين. ولكم من السماء نجمها، يقصد سهيل، لأن سهيل كلما اتجهت شمالا لا يكاد يرى، يعني من خرج جزيرة العرب وذهب شمالا لا يكاد يرى. مالك بن الريب هذا كان أصل أهله من بني تميم، وهو كان يسكن العراق، ثم قدر له الغزو، ثم قيل إن حية لدغته وقيل غير ذلك، المهم أنه شعر بدنو أجله.